سلام الله عليكم جميعا، وما يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى كامل تكونوا بخير وتكونوا متهنين وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا مرتاحين. طليت عليكم اليوم بهذه الوصفة السهلة والبسيطة، أسهل وصفة لكسرة الرخساس. يعني مش رايحين تلقوا أسهل منها ولا أنجح منها، يعني سهلة سهلة سهلة. أي واحدة تروح تخلطها حتى بيد واحدة رايحة تصلح لك. تبعوا للأخير برك البنات، خاصة البنات الصغيرات وخاصة الولاد. ثاني الولاد الحمد لله أنا وليداتي رجعوا يطيبوا هذه الكسرة، وراني فرحانة كثير كثير بهذه النتيجة، وفرحانة بقناتي إنها قدرت توصل معلومات ولو حتى بسيطة، لكنها بالنسبة لي يعني نجاح كبير. وش نقول لكم، تبعوا للأخير هذه الكسرة، مش رايحين تلقوا أسهل منها. يعني مقادير سهلة سهلة جدا، وتكون صغيرة الكسرة، تكون صغيرة قادرين تتحكموا فيها كامل. حتى الولاد صغار، يعني طفلة صغيرة خلاص قادرة تديرها في لمح البصر، ولا طفل صغير خلته أمه في الدار، يعني مش صغير صغير، المهم يعرف صلاح ويعرف يفتح الكويزينيير، يعرف يشعل النار، يعني يكون واعي مش صغير صغير. واش نقول لكم، كسرة الرخساس بمقادير سهلة وبسيطة وكمية صغيرة، يعني قرصة صغيرة رايحة نعطيها لكم من القلب إلى القلب، يعني تحبوا تجربوها ناجحة 100%. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. واش عندي كأس ونصف سميد دقيق، عادي دقيق متوسط، كأس ونصف. جيبوا هنا الملعقة الصغيرة خلاص تاع القهوة، مش هذيك الكبيرة، الصغيرة خلاص. كيلوا بها ملعقة سكر، وملعقة خميرة الخبز، وملعقة ملح. ما عندكمش خميرة الخبز ديروا خميرة الحلويات، تعطيكم نفس النتيجة. وهنا كملنا النواشف هذه كامل، خلطوهم مع بعض هكذا. جيبوا البسينة الحمراء هذيك أكيد، حطوا في أي بسينة، يعني حطوا فيها، وجيبوا الزيت 5 ملاعق إذا تحبوها مبسة. إذا ما تحبوهاش مبسة تبعوا للأخير، راح نعطيكم طريقة أخرى. 5 ملاعق زيت، تجي مبسة وبنينة وهشة، يعني تجي الكسرة تاعنا مليحة. إذا خفتوا ما تقدروش تتحكموا فيها العجينة وكنتم مبتدئين، ديروا 4 ملاعق برك يعني زيت، رايحة تجيكم ثاني نتيجة مليحة. نخلط الزيت مليح مليح. شوفوا راني نستعمل ملعقة برك، يعني على جال المبتدئين باش ما يقولوش نوسخ يدي وهذيك الامور. ديروا بالملعقة وخلاص، المهم خلطوا ذاك الزيت مليح. الملعقة اللي استعملناها في الزيت راهي تاع اكل كبيرة. نجيبوا هنا كاس ماء، ورايحين نكيل لكم الماء كذلك. الكاس حطيت منه شوي، المهم الكاس راه يدي لكم نصف الكأس بالضبط، نصف كأس من الماء. واذا كانت السميد تاعكم يعني يشرب بزاف، زيدوا له ملعقه، يعني تزيدوا بالملعقه فوق الكاس، ابدوا زيدوا بالملعقه، ما تصبوش الماء مباشره، يعني رايحه تجيكم جاريه العجينه. لذلك حذاري كي توصلوا نصف الكأس جيبوا ملعقة وضيفوا بشوي إذا كانت شربت لكم الماء وجاتكم ناشفة. إذا جاتكم مليحة خلوها. نخلطها باليد كيف راكم تشوفوا، عادي جدا هاك، ما فيها العجين، ما يتعجنش الرخساس. نخلطه فقط كيما هكذا، ومن بعد نروح نحط المقلاة فوق النار. هنا في هذه المرحلة نحط المقلة تاعي فوق النار في الكانون الكبير، يعني باش تسخن مليح مليح، ونقوي لها النار. هنا رجعت لها بعد ما حطيت المقلاة برك، رجعت لها لقيتها نشفت، زدت لها ملعقة واحدة. كي زدت لها ديك الملعقة تاع الماء أصبح الكاس نصف كأس قد قد. تبعوا للأخير راح نعاود لكم قرصة أخرى تاع رخساس، وندير لكم الماء بالملعقة. شوفوا يا خواتي يا وليداتي، هنا حكمت هذيك العجينة تاعي لازم نرطبها شوي بين الكفوف تاع اليد، لازم ندير هذه العملية شوية. إذا كنتم مبتدئين كوروها برك، يعني حاولوا تكوروها بأي طريقة أنتم تعرفوها. إذا كنت طفل يعني ولا ولد يعني ما تعرفش جامي طيبت، حاول كيف تكورها برك يا وليدي وفريت. ولا بنتي الصغيرة هذيك اللي تكون مازالت ما تعلمتش خلاص، كوري برك كل مرة أخرى إن شاء الله رايحة تجيبيها ورايحة تجيك أحسن رخساس. كل مرة تجربي 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 حتى تجيبيها رطبة وملساء
يعني مليح مليح. شوفوا هنا كيف درت لها، نبقى ندير لها هكذا مده ونحكم هذيك نقرصها يعني في الوسط باش ما تتفتحليش كي تكون الطيب، ونحاول نكورها ونرطبها مليح مليح. والمقله تاعي راهي تسخن. هنا اذا سخنت بزاف نقصوا لها النار، ومن بعد كي تضيفوا تحطوا لها الكسره الرخساسه العجين تاعكم هذه القرصه زيدوا لها، يعني لازم تكون النار قاويه. هنا نفتح بالرولو هذا او الحلال، نفتح العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. المقدار تاع الوصفه هذه راهو مضبوط مضبوط جدا جدا، يعني جربوا بهذه الطريقه. راني درت لكم قرصه الرخساس هذه قبل في القناه، لكن حبيت نعاودها لكم بطريقه اسهل واوضح، يعني الصوره تكون واضحه اكثر. يعني في بدايه القناه تعرفوا انه كان التصوير بطريقه خاطئه جدا، كنت اصور بالطول وكانت الطريقه خاطئه جدا، يعني ما كنتش مبتدئه الله غالب، وما كنت اصور بيد واحده كذلك ونخدم باليد الاخرى. والحمد لله الان تحسنت الظروف وتحسنت شويه، وشريت يعني سيبور لنرفع به الهاتف، وراني نصور براحه تامه. وان شاء الله نزيد نطور اكثر واكثر، نزيد مره اخرى نشري هاتف مليح يكون الصوره تاعو احسن من هذه. ربي يرزقنا جميعا ان شاء الله. نثقبها بالفرشيطه ونحطها في المقلاة اللي كانت سخنت مليح مليح. شوفوا انتم اذا ما تعرفوش ترفدوها وتحطوها في المقلاة، وش ديروا؟ عاونوا رواحكم بورقة طهي، من اول مرة حلوها في ورقة طهي وهزوها بيه، هزوها بهذاك ورقة طهي وحطوها مباشرة، راهي ما تحترقش، ما تخافوش ما يتحرقش الورق. شوفوا برك الفيديو اللي درت فيه خبز الشعير، راني درت نفس الطريقة. تعرفوا خبز الشعير راهو يتفتت، لذلك استعملت ورقة طهي. انتم اذا كنتم مبتدئين حتى في الرخصاصة ديروا ورقة طهي، يعني باش يعاونكم مرة اخرى كي تتعلموا باش ما تحترقوش ثاني. لازم ديروا ورقة طهي، اذا ما تعرفوش تقلبوها ديروا ورقة طهي. شوفوا واش استعملت الاداة هذيك باش هذيك الاداة اللي نعبزوا بها البطاطا، اللي نمرسوا بها البطاطا. شوفوا هذيك عاونتني شوية باش حركت بها القرصة هذه وطابت، ولفيتها مليح، ضغطت عليها باش تحمر لي بسرعة، يعني ما تبقاش تدي لي وقت كبير وما تنشفش يعني بلا ما تطيب. شوفوا الرخساس تاعنا كيفاه جاي هبال، جا بنين بنين وهش وطري. واش نقول لكم؟ يهبل الفرات، جربوه. الوصفة ناجحة جدا جدا، حبيت نفيدكم بها وحبيت نعاودها لكم بتفاصيل اكثر. هنا كما قلت لكم اللي خافوا يجيهم العجينة مبسة ولا ما يتحكموش فيها، ديروا كل شيء كما الاول، ملح وسكر وخميره، ومن بعد ضيفوا 4 ملاعق فقط تاع الزيت، يعني نقصوا ملعقه، وحركوا عادي جدا واعجنوه عادي جدا كما درت لكم المره الاولى. لكن المره هذه راح نقيس لكم الماء. جبت هنا الماء تاعي، راح نقيس لكم الماء يعني للمبتدئين، يعني انا يهمني المبتدئين يعني اللي ما يعرفوش. هنا حسبت الماء جاني 8 ملاعق، يعني احسبوا انتم معايا 8 ملاعق او 9، يعني حسب الدقيق تاعكم. اذا يشرب الماء بزاف كي يكون الدقيق يشرب راهو يدي لكم، زيدوا بالملعقه وشوفوا. المهم خلوا العجينه تكون ماهيش ناشفه بزاف وماهيش لينه بزاف، ماهيش طريه بزاف، خلوها يعني الرخساس ما يجيش العجين تاعو لين بزاف، يجي متوسط يعني حاكم روحه، ما يجيش كيما المطلوع وما يجيش كيما خبز الدار، يجي حاكم روحه يعني. المهم نعجن كيما هكذا عادي جدا، ونفتحها كيما درت للأولى ونطيبها عادي جدا كيما وريت لكم المرة الأولى. وصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم. كملنا وصفة اليوم، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى تكونوا استفدتوا ولو قليل. إذا عجبتكم حطوا لي تعليق باهي كيما التعليقات اللي مالفين تحطوها لي، ونشكركم كثير كثير. وحطوا لنا جيم للفيديو، ابعثوا لصحباتكم وحباباتكم واصحابكم وحبابكم واخوانكم باش هما يستفادوا كذلك، يعني نحوس على الاجر اكثر من الربح صدقوني. وهذه هي وصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نتمنى تعجبكم الوصفة وتدعمونا شوي باللايك والاشتراك اللي مش مشتركين معنا. نقول لهم مرحبا بكم، نورتوا وشرفتوا القناة. إذا عندكم أي استفسار اكتبوه في تعليق، وإذا عندكم أي طلب زيدوا اكتبوه. والسلام ختام.